السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مررنا بأيام شعرنا فيها أن الطريق قد انتهى، وأننا لم نعد نحتمل أكثر، وأن الأمل قد انطفأ في صدورنا. ولكن بين تلك اللحظات الصعبة هناك نداء خفي يهمس في قلوبنا: اصبروا فالله مع الصابرين. نعم، الحياة ليست سهلة، تمتحننا بالصبر، وتكسر فينا شيئا لنولد من جديد أقوى وأقرب إلى الله. قد تبكي في منتصف الليل، لا يراك أحد، ولكن الله يراك. قد تسجد وقلبك مثقل بالهم، وتهمس: يا رب، لم أعد أقدر. فيأتيك الجواب من رحم الغيب: إن مع العسر يسرا. كم من مرة ظننت أن النهاية اقتربت، فإذا بها بداية لرحمة جديدة من الله لم تكن تتوقعها. كم من باب أغلق في وجهك، ففتح الله لك أبوابا لم تخطر لك على بال. إنه الله الذي إذا أراد لك الخير ساقه إليك ولو بعد حين. فلا تيأس من تأخر الفرج، فربك لا ينسى، وربك لا يعجز. قد يتأخر عنك الجواب، لا لأن الله لا يسمعك، بل لأنه يدخلك في امتحان الصبر ليطهر قلبك، ويرفع درجتك، ويريك بعد الظلمة نورا لا يطفأ أبدا. واعلموا جميعا أن كل تعب في سبيل الله لن يضيع. كل صبر سيثمر، وكل دمعة سقطت في الخفاء ستتحول يوما إلى فرح في العلن. فإذا ضاقت بكم الدنيا فارفعوا رؤوسكم إلى السماء وقولوا: يا رب، ما لي سواك. حينها سيتبدد الخوف وتطمئن القلوب، لأن من كان الله معه فلن يخذله أحد. واصلوا الطريق ولو كان شقا، فربكم لا ينسى خطواتكم في سبيله. كل لحظة صبر، كل جهد، كل دعاء في جوف الليل، سيكتب الله له ثمرة عظيمة. والذي تعب اليوم سيبتسم غدا ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلني استسلم.